هذا أحد منافذ الدار البيضاء. عائلة سورية من حلب بين المركبات تبحث عن لقمة العيش. اللاجئون السوريون الذين شردتهم حرب وحشية يشنها عليهم نظام الأسد وحلفائه فضلا عن داعش يحاولون مواجهة متطلبات الحياة بأي طريقة بعد أن أصبحوا بمنأى عن قسوة العيش تحت القصف. عم نجي الساعة 8 ونروح الساعة 7. ناس المغرب والله رحبوا فينا كتير، يعطونا مصاري على الإشارات. نشحت ناكل، ما نشحت ما ناكل. إذا بنشحت ناكل، ما نشحت ما عنا أكل. ما في حدا يقوينا غير هالناس والله. أرقام غير رسمية تتحدث عن وجود آلاف اللاجئين السوريين في المغرب، ويتركز جزء من هؤلاء في الشمال عند عتبة باب الهجرة إلى أوروبا. ويقول لاجئون سوريون إن المغاربة يعاملونهم باحترام ويقدمون لهم المساعدة والمواساة، لكنهم يشكون من غياب فرص العمل. نشكر المملكة المغربية، نشكر جلالة الملك نصره الله والحكومة المغربية بما قدمت للأخوة اللاجئين السوريين من تسهيلات إدارية وإجراءات للإقامات. الأخوة السوريين بالمئات حصلوا على الإقامات. بس إحنا بدنا نطلع على أوروبا. الأوروبيين مناحة كتير، بس حتى العرب مناحة كتير، بس عم يقولوا بيشغلوا، هون ما في شغل. فرح السلام حي شعبي في الدار البيضاء، وفيه استقرت معظم العائلات السورية التي لجأت إلى المغرب، ليبقى لم الشمل هاجسا لدى بعض اللاجئين بعد أن شدد المغرب على خلفية تهديدات إرهابية وهواجس أمنية إجراءات منح التأشيرة. التجأنا إلى المغرب الشقيق، ومعي بنتين موجودين حاليا في المغرب، وباقين عندي ولدين في لبنان هم وأمهم. لا يزال هم باقين عالقين وليس باقين. وناشدنا لمفوضية الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وناشدنا للحكومة المغربية، ولا زال الموضوع قيد البحث والدراسة. ومع استمرار المأساة السورية يهيمن التشاؤم والشك بين اللاجئين حيال إمكانية التوصل لحل سياسي يتيح لهم العودة إلى بلادهم، الأمر الذي يجعل بعضهم يدرك أن إقامته قد تكون طويلة في المغرب. خالد الجدود، العربية، الدار البيضاء.